ازاي ان انت تقدر تعمل زرار VBA تنقل بيه الداتا بتاعتك من مكان لمكان. هنشتغلها مع بعض واحدة واحدة. سهلة جدا واسهل من ان انت تعمل كوبي بيست. طيب النهارده انا عشان انقل الداتا بتاعتي لازم راس الجدول بتاعي الهيد بتاعه لازم ان انا يكون عندي في شكل تيبل تاني. بحيث ان انا مثلا النهارده دي الفواتير بتاعتي، بكره في فواتير تاني غيرتها، فغيرت الداتا بتاعتي، بنقل نفس الداتا بنفس الشكل بس باختلاف عدد الأيام. فبعمل تيبل، أمسح ده، تمام، وأجي هعمل تيبل دي راس العناوين بتاعته، بختار التيبل بدوس كنترول تي وبعلم من ماي تيبل هاز هيدرز، بدوس اوكي. كده أنا عملت أول حاجة بتاعت التيبل. بعد كده لازم أضيف الديت عشان ده المرجع بتاعي اللي أنا برجع ليه في عدد الأيام أو في أي يوم أنا عاوز أرجع له، بيكون هو ده الإضافة بتاعتي للتيبل. وبعمل هنا ممكن أعمل الفانكشن بتاعت today اللي هي فيها تاريخ اليوم. طيب إن أنا إزاي إن أنا أعمل زرار ينقل الداتا بتاعتي من هنا كده بالشكل ده ويحط لي الديت هنا جنبيه، تمام. بروح أنا Alt F11 وبعمل insert، أحط زرار، ولا ليكن الزرار ده أنا عاوز أعمل له، سوري، عاوز أعمل له اسم send data. أول حاجة لازم أدي التعريفات بتاعتي إن أنا عايز أنقل المنطقة دي كده. طب أنا هنقل المنطقة دي، يبقى أنا ده كده عاوز أسميه مثلا في المتغيرات بتاعتي today، أو مثلا أنا أسميه today data، فبقول deb today data as range، وبعد كده بقول له set today data بيساوي بيساوي. بعد كده هعمل اللي هو الباس بتاعي الريفرنس على المكان اللي فيه الداتا بتاعتي، بقول له worksheets. الورك شيت اللي هي شيت دوت الرينج بتاعي اللي هو من A2 لحد H14، A2 H14 دوت فاليو. ده أنا كده حددت له الداتا بتاعتي اللي هيجيبها النهاردة من دي لدي. طيب عشان أنا أنقلها فبقول الديت هنا، بقول dim، أحط متغير تاني بسميه مثلا transfer data as range برضه. باخد المتغير بتاعه وبقول set transfer data يساوي الورك شيت، باخد اسم الشيت داتا دوت الرينج بتاعي من A2 لغاية I12، لا سوري لغاية ال H12، هنا برضه H سوري لغاية ال H14، ما أنا بنقل هناك 14 رو، فهنا هنقل برضه أحط بيست 14. حلو، دي كده أول مرحلة. لو أنا عملت كده أهو set transfer set سوري، أعمل كده شيل كلمة داتا. لو أنا عاوز أنقل بقى الداتا بعد كده بقول إن الترانسفير داتا ده دوت الفاليو بيساوي التوداي داتا دوت فاليو. لو أنا جريته كده نقل معايا الداتا من هنا لهنا زي ما هي. طيب دي أول حاجة.
طب افرض إن أنا جيت بكرة هحط الداتا دي مكان دي، لأ يبقى أنا لازم أديله أمر إن هو يدخل 14 لاين فاضيين علشان يحط عشان يسيب مكان للداتا اللي بعديه، إن هو بيعمل كده 14 مرة علشان خاطر الداتا اللي أنا هحطها دلوقتي عشان ما يريبليس مكان ما يحصلش ريبليس مكان الداتا بتاعت امبارح. فأنا بقول له إيه؟ بقول له هنا الورك شيتس داتا دوت الرينج بتاعي من 2 لغاية 14، 2 لحد 14 دوت entire row دوت insert. تمام. ايه اللي بيحصل؟ ادي اول 14 لاين دخل لي مكانهم ال 14 لاين مختلفين. اذا هو بيرحل الداتا لتحت طول ما هو شغال 14 مرة. طبعا انا فاضل عندي هنا اخر مرحلة اللي هي الديت. انا همسح دول كده اسيبه له 14 بعد كده، او همسحهم كلهم ونجرب تاني. الديت هنا عاوز اقول له الديت 14 لاين ياخدهم من دي اللي انا بسميها today اللي هي بتاريخ النهارده. فاروح اديله متغير تاني اقول تي بيساوي الورك شيت دوت رينج اللي هو ايه الكي 1 دوت فاليو. تمام. وهنا بعد ما تحط لي الداتا دي خلي لي الورك شيت بتاعت الداتا اللي هو ورك شيت الداتا عاوز اقول له دول سيرش دول لازم دوت رينج اللي هو ايه الاي اي 2 لغاية الاي 14 دوت الفاليو بيساوي تي. جاب لي الداتا مكانه. اذا انا عندي كل يوم اقدر ارحل الداتا دي بسهولة. طيب ازاي ان انا اعملهم في زرار من بره هنا؟ اولا لما انت عملت مايكرو لازم تسيب الفايل بتاعك الاول سيف از، هتحطه في المنطقة بتاعتك هنا وهتعمل اللي هي ماكرو انيبلد ورك شيت او ورك بوك. كده الفايل بتاعك يقدر يشغل ماكرو. تروح عامل insert shape، حط اي شيب الشكل اللي يعجبك اعمله كده، اعمله كده الشكل اللي يعجبك، بس تعمل assign ماكرو نيو ماكرو. الماكرو اللي هيرن لما تدوس على الزرار بتاعك ده. انا عاوز اقول له هات لي اللي هي يوزر فورم اللي انا كنت شغال عليها دي، الزرار اللي انا عامله. فبقول له يوزر فورم 1 دوت شو، يعني يجيب لي يوزر فورم 1 دوت شو. تمام. أهو. لو انت جيت هنا بس انا هكتب اي حاجة، هكتب send، حطها كده في النص. لو دوست هيفتح لي اليوزر فورم بتاعتي، ولو دوست send data هيشتغل الشغل بتاعي على طول. طيب انت عاوز مثلا ممكن تضيف حاجة تاني، ممكن ان انا بعد ما يرن الاوامر بتاعي يهايد الزرار ده، فاقول له يوزر فورم 1 دوت هايد. حطيت فين الكلام ده؟ بعد الكود بتاعي اهو. لو دوست كده هيرن، وبعد ما دوست هو نقل الداتا وعمل هايد. كده ده شيء بكل سهولة، ويا رب تكونوا استفدتوا.